مساء الفل. كلمتين لكل اتنين متجوزين او حتى لسه مخطوبين. لو انت فاكر ان الجواز بيمشي بالحب فلازم تبقى فاهم انه لا، ما بيمشيش بالحب. واحد يرجع يقول لي ايه انت بتقول ايه؟ انت عايزنا نبقى كارهين بعض ونعيش مع بعض ازاي؟ هقول له لا يا سيدي، اهدى عليا شويتين. الحب كده كده عامل زي شعلة النار، هيطفي هيطفي. لكن الجواز بيمشي بحاجتين ورب العالمين فهمنا ايه هما: المودة والرحمة. يعني ايه؟ يعني في الاول وفي الاخر لو انت متجوزه واحد كان شكله جميل وشيك وواد شاب وزي الفل، هيجي عليه يوم من الايام الحاجات والمعطيات اللي خلتك تحبيه هتختفي مع الزمن، وهيعجز ويكرمش وكتفه تتني ويبقى مش هو نفس الشاب الوسيم. ولو انت متجوز واحده علشان هي جميله وهي شدتك وشعرها مش عارف عامل ازاي، في يوم من الايام هي كمان يا حلو مش هيبقى عندها المعطيات اللي كانت خلتك ليها مشدود. فبالتالي الحب بيجي زي الوهج، نار بتعلى، وكل نار لازم لها خفوت، يعني لازم تهدى في يوم من الايام. يبقى ما ينفعش ان احنا نعتمد في جوازنا على حاجه هتختفي مع الوقت. لكن ايه؟ هي زي ما رب العالمين قال: الموده والرحمه. هم دول اللي بيعرفوا يخلوا اي اتنين جايين من بيئتين مختلفين يكملوا مسيره الحياه مع بعض، ويتحملوا ضغوطها ويتحملوا مشاكلها ويتحملوا كمان عيوب موجوده فينا احنا الاتنين. ما هو في الاول في الاخر انت بتاخدها على بعضيها شروه، ده عيوبها بمميزاتها. لكن اهم حاجه عشان تحافظ على العلاقه مستمره، تحافظ دايما على الموده والحب. فبالتالي انت تبقى عندك الموده تجاه جوزك اللي تخليكي دايما مراعياه، وبتفتكري ان هو مش بس ابو العيال، ده الراجل اللي مشاركك في الحياه. وانت كمان تبقى بيها رحيم، حتى يا سيدي لو هي زعلتك وهتتخانق معاها، اوعى تتخانق معاها وانت ليها من الظالمين، اتخانق معاها وانت رحيم. يعني بمعنى صح، لا تشوهها ولا تتكلم في حاجة تضايقها ولا تتكلم معاها في حاجة تجرحها. خليك حتى في زعلك منها رحيم. سيدنا النبي لما قال اهجروهم في المضاجع قال لهم يا دوبك تودي وشك الناحية التانية، مش انك تبوز وتتخانق معاها وتسيبها وتطلع على بيت ابوك. في الاول في الاخر انت وهي عندكم اوبشن جميل يخليكم في الحياة مستمرين، بس عليكم انكم تفضلوا بيه ملتزمين والبعض مفكرين: المودة والرحمة. حافظوا على المودة والرحمة، تنور بيوتكم وتزودها محبة. السلام عليكم، تتمسوا بالعافية.